معايا فيديو لابراهيم عبد الجواد وهو بيمسح بكرامة رئيس هيئة استاد القاهرة الأرض واداله درس لن ينساه. تعال نسمع مع بعض الفيديو واعمل لايك وشير للفيديو ده بالصحاب لأنه يستاهل اللايك والشير. اسمع معايا كده. امبارح الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة مع الزميل والأخ العزيز سيف زاهر كولر، وانا كان عندي ماتش الاهلي والطلائع امبارح، اشتكى الراجل زي اي مدير فني، زي جوارديولا، زي مورينيو، زي اي بني ادم طبيعي في اي دوري طبيعي في اي حته في الدنيا. ما فيش، ما في كل حته فيه سلبيات يعني، الدنيا مش جنه في كل الدنيا. بس الراجل بيتكلم بيقول يا جماعه ارضيه الملعب النهارده كانت وحشه، عادي، الراجل ما كفرش. فدخل الاستاذ وليد عبد الوهاب اللي انا منتظره من حد رئيس هيئه استاد القاهره على هذا القدر الوظيفي والاداري متزن. احنا بنعتذر لمستر كولر، احنا متفهمين الاسباب 1 2 3 4. لا وتسوي ده دخل، هو كولر شديد السلخ علينا ليه؟ هو كولر لو مش عايز يلعب ما يلعبش. طب الاستاد مقفول من 26. طب الضغط وده كله احنا بنعمله عشان خاطر مصر. والله العظيم احنا مش عايزين مسايدات. والله مصر ما عايزه اي حاجه غير الناس تعمل شغلها وتتقي الله في شغلها في المكان اللي هي موجوده فيه. وعلى فكره يا استاذ وليد اللي هو النهارده قال لك بعد اتصالات وبعد خلاص هنلعب ماتش الاهلي وبيراميدز، على فكره هو مش ملكيه حضرتك الخاصه ولا ملكيه العائله الكريمه. حضرتك موظف عام مؤتمن على مكان، بعد نهايه مده حضرتك اي حد تاني يبقى مؤتمن عليه، لكن دي هيئه ملك للدوله. ولو انت بتتكلم على مصر بجد تحافظ على الارضيه دي اللي بيدفع في صيانتها مئات الملايين. ومحدش اجبر حضرتك ان انت تاخد فلوس من 6 7 انديه، محدش قال لحضرتك خد انديه اكبر من استيعابك فتبوظ ارضيه الملعب. ممكن تقول لهم احنا ما فيش اكتر من الاستادات عندنا، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد الكليه الحربيه، استاد برج العرب. مش كل نادي عايز يتفشخر ويلعب في احسن استاد في مصر واجمد استاد في مصر واكتر واحد يعني ريتشبل وموجود وفي وسط البلد وبتاع، يقول لك هاخد استاد القاهره. لا، قول له انا هاخد، انا اعلي السعر. فكر بقى فكر اقتصادي، اعلي السعر واعمل مسايده، هاخد انا 2 أو 3 في السنه. وبعدين ليه تمرينات فرق او منتخبات تتمرن على استاد القاهره الملعب الاساسي؟ ده احنا بنتكلم على هيئه استاد القاهره، ما بنتكلمش على ملعب استاد القاهره. ده هيئه استاد، عندك ملاعب فرعيه ما يتمرنوا على ملاعب فرعيه. انا ما شفتش ريال مدريد بيتمرن على كامب نو، ما شفتش سوري على سانتياغو برنابيو، ما شفتش برشلونه على كامب نو، ما شفتش مانشستر على اولد ترافورد، ما شفتش ليفربول بيتمرن على انفيلد. ما يتمرنوا على الملاعب الفرعيه. لكن كل حاجه نحطها في وش الناس. احنا عشان خاطر، لا على فكره مصر عايزه الناس تعمل شغلها وتتقي الله في عملها. وارجع واقول على اي اساس حضرتك منعت في تليفون وانت على الهوا خلاص مش لاعبين عشان تحرم راجل يتكلم؟ ما ينفعش تفتح بقك مع انك في نفس المكالمه اقريت بصح الكلام وقلت فعلا الارضيه وحشه. على اي اساس انت رفضت وعايز رجعت؟ اتمنى برضو ان دي، وارجع واشكر تاني من اتخذ قرارا بانشاء وتشكيل لجنه للتحقيقات في موضوع احمد رفعت. نعمل تحقيق احنا ليه رفضت وبعد كده قبلت؟ بالله عليك يا جدع، الراجل ده ما يستاهلش لايك، ده ما يستاهلش لايك، ده يستاهل سقفه والله العظيم. اخيرا بقى عندنا صوت في الاعلام، شباب بيجيبوا يعني الكلام اللي على ألسنة شباب المجتمع الرياضي ويطلعوه في الاعلام الرياضي. بس انا عارف ان هو هينضر بعد الحلقه دي وبعد الكلام اللي قاله والكلام اللي قاله للكابتن احمد رفعت. انا عارف ان ده هيحصل، وطلع واعتذر كمان عن الحلقه بتاعت النهارده والحلقه بتاعت بقيه الاسبوع كله. طيب الاستاذ بتاع رئيس هيئه يعني استاد القاهره ده فكرني وانا صغير زمان لما كنا نلعب كده يعني في الشارع، وصاحب الكوره يجي يقول لك انا لا بقف جون ولا لما الكوره بتتسطح بجيبها. ده كان بيحصل حرفيا. فيجي دلوقتي لو انت قلت له لا اطلع يا حبيبي الكوره اتسطحت هاتها او تعالى اقف جون، يقول لك لا يا حبيبي انا هاخد الكوره والسلام عليكم محدش لاعب، واللعب يبوظ وكل واحد يلا يروح يلعب عند داره. هو ده بيفكرني بكده، بكلمكم بجد. وفي ايه يا جماعه؟ الموضوع اصبح مستفز جدا للشعب المصري كله، من اول الرياضه، من اول وزير الرياضه لحد اصغر واحد شغال في الرياضه. هو في ايه؟ في ايه بقى؟ في ايه في الرياضه المصريه؟ الدنيا ايه اللي حصل لها؟ من اعلام لمسؤولين كله بقى خلاص محدش عارف ايه اللي عليه وايه اللي ليه. ايه يا جدعان في ايه؟ الموضوع اصبح مستفز ولازم الناس ديت تنخرط. الناس دي بما يرضي الله لازم تنخرط، لازم يعرفوا فين حقوقهم وايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. مش معنى كده انك تطلع يعني ما انت صاحب استاد القاهره يعني عشان تطلع تقول لا ما يلعبوش. انت يا عم انت مش بتقول الارضيه وحشه؟ طب ما انتش لاعب. والله ابراهيم عبد الجواد كان بيعمل كده. طب ما انتش لاعب. هو في ايه يا جماعه؟ هو بقى في للدرجه دي؟ هو الحقد والغل ويعني التملك في المسؤوليه بقى واصل للدرجه دي؟ كل واحد مسؤول في البلد ماسك حاجه عايز يتحكم فيها بمزاجه، عايز يشغل ده وعايز يمشي ده وعايز يجيب ده وعايز يقبض من ورا ده وعايز يعمل من ورا ده. وفي ايه؟
لازم شويه نحترم الناس اللي موجوده في الساحه الرياضيه. احنا كجمهور اللي بنسمع، والناس لو بطلت تتفرج على كوره ولو بطلت ان هي تشاهد الكوره المصريه، ما حرفيا خلاص مش هيبقى لا فيه لا كوره ولا يحزنون، وهتقعدوا في بيوتكم وهتقعدوا تطبلوا. استاد القاهره ده اللي بيتصرف عليه ملايين من الكوره من اهلي وزمالك والكلام ده مش هتلاقيه يا حبيبي. اتمنى الناس تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان، لان الناس ديت اللي في الاعلام ده صوتها بيوصل. صوتنا احنا قد يكون يعني بيوصل لايه، ل 20 30 الف، انما الناس دي صوتها بيكون واصل لملايين. شكرا لكل الناس.